السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني انا نونا ودي قناتي، لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل الحاجات الحلوه دي للفطار اول يوم العيد او اول يوم فطار بعد صيام شهر رمضان. نعملها كده خفيفه نفطر بيها. يعني اول يوم كده بنحب نعمل حاجات خفيفه نقدمها كده. نقدمها مع كوبايه شاي بلبن، حته جبنه، ممكن بيضايه مسلوقه. يعني مش عايزين ايه نزود كده من اول يوم. بنعملها حاجات خفيفه بس كده ايه تبدأ معاك المعدة تشتغل معاك واحدة واحدة. نبدأ كده بالمكونات. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا معلقتين من الزبدة، نص كوباية من الزيت، معايا خميرة بيرة ممكن تستبدليها بالخميرة الفورية، ومعانا معلقة سكر، معانا كده لبن، ممكن لبن حليب، ممكن تعمليه بلبن رايب. حسب يعني ده كان لبن يعني قطع معايا، او ممكن لو هو لبن حليب وعايزاه يقطع تضيف عليه معلقة من الخل وتسيبيه شوية لحد ما يقطع معاكي. معانا كده 5 كوبايات من الدقيق بالمج اللي أنا معيّرة بيه الزيت ده. نزلت عليه بنُص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وهانزل عليه بحبة من الملح، وهنقلّبهم كده مع بعض ونركنهم معانا كده على جنب. البولة أو الطبق اللي هنعجن فيه، طبعًا لو عندِك عجان هتعجني فيه يكون أريح معاكِ بكتير. هانزل كده باللبن، وهانزل عليه كمان الخميرة والسكر، ومعانا علبة زبادي. هانزل عليهم كده بالزبادي، ممكن تستغني عنها لو مش موجودة، أو لو أنتِ مش بتحبي ممكن تستغني عنه، بس الزبادي بيدّي له طراوة، بيخلّي القرصة معاكِ طرية وتكون حلوة معاكِ. نزلنا كده بالخميرة والسكر وهنقلّبهم كده ندوّبهم لحد ما يدوب معانا السكر والخميرة. لو أنتِ مش متأكدة من الخميرة ممكن تدوبيها في حبة لبن أو مَيّة سخنة بالسكر وتركنيها شوية لحد ما تشوفيها تتفاعل معاكِ والّا لأ. لو أنتِ متأكدة وجايباها صابحة فخلاص ممكن تشتغلي بيها على طول. سيّحنا كده معانا الزبدة بس فكيناها، مش عايزينها سخنة، عايزينها بس يا دوبك تفُك معانا. ونزلنا كده بنُص كوباية من الزيت، نخفقهم مع بعض كده ونقلّبهم تقليبتين ويكونوا جاهزين كده معانا. هانزل بالدقيق أو المَيّة الجافة اللي إحنا ضفناها على بعض الدقيق والبيكنج باودر والملح، وهنبدأ كده نقلّبهم معانا. ممكن تضيفي حبّة من الخل، بيدّيكوا برضه يعني بيكون محسِّن حلو معاكِ للعجينة. هنبدأ كده نعجن معانا بالطريقة دي، ممكن بالمعلقة كده، وبعد كده لمّا تتقل معانا هنشيل كده المعلقة وهنبدأ نعجن بإيدينا. يعني حاولي تعجنيها حبّة حلوين كده، يعني قولي 5 دقايق على قد ما تقدري. أنا عايزة العجينة تكون معاكِ طرية بس ما تلزقش. بالراحة كده وتعجنيها. يعني بلاش تحطيها على الرخامة بتبقى يعني لإنها مش هتاخد يعني مش هتكون جامدة معاكِ ولا حاجة ولا هتعوز لَت كتير، فهتعمليها. وحاولي طبعًا الواحدة اللي بتعجن وتكون حلوة في العجين كده بتخلّي معاها الطبق مش فيه دقيق خالص، بتكون الطبق معاكِ نضيف، كده تعرفي إن أنتِ بتعجني حلو. والواحدة اللي بتعجن كده بتعجن معاها إيه، يكون معاها الطبق نضيف كده ما فيهوش دقيق ولا تسيبي دقيق في الطبق، لإن دي طبعًا بيكون من الدقيق اللي موجود، فبتبقى معاكِ. عجناها بالطريقة دي شايفين طراوتها معانا عاملة إزاي، بس ما بتلزقش. عجينة معانا هشة جدًا وطرية، يعني تحفة. ممكن تعملي منها كمان بالطريقة دي البيتزا بتكون معاكِ سهلة وبسيطة. كده خلاص غطيناها لفيتها كده في قماشة وممكن تحطيها كده تحت البطانية. ساعة زمن بالكتير هتكون خمرت معاكِ. عايزة تحطيها في الفرن وتولعي الفرن وتطفيه وبعد كده تحطيها حسب رغبتِك. أنا لفّيتها كده في قماشة وبعد كده حطيت عليها بطانية ما كمّلتش ساعة كانت معايا بالطريقة دي. هاحاول بالراحة كده واشيل أطلّع الهوا اللي فيها. وبعد كده معانا الصينية اللي هاقطّع فيها. عايزة تقطّعي على الرخامة برضه اللي أنتِ بتحبيه وبتفضّليه. بس طبعًا بتكون الصينية معانا أنضف بكتير. أنا أوقات يعني باعملها على الرخامة، بس أحلى حاجة بتكون الصينية معايا. لأ بنتي بس بتغلس معايا شوية عادي يعني هي معايا في الفيديو ده أجهزة من الدروس إيه قاعدة معايا يعني بتعاكس فيّا شوية. هنبدأ نقطّعهم كده ونكوّرهم، وحجم القرصة يرجع ليكِ، تكبّريه، تصغّريه، تخلّيها وسط، بس أحلى حاجة برضه هنخلّيها في الوسط بتكون أحلى بكتير. هنخلّص كل الكمية تكوير بالطريقة دي، وهنسيبها كده لمدة 5 دقايق، 10 دقايق، ونسيبها معانا كده لحد ما ترتاح. هي طبعًا العجينة معانا خامرة واخدة حقّها يعني، فما تخافيش هتفرد معاكِ على طول، مش هتعوزي تسيبيها وقت يعني طويل معاكِ. صينية كده ودهناها فرشة زيت خفيفة خالص، ما تكتّريش، أنا عايزاها بس يا دوبك بس دهنة بسيطة. واللي هافردها هاحطها كده في الصينية وأقطّعهم كده وأكون مجهّزاهم في الصينية. بس أنا طبعًا في الوقت ده أنا ما ولعتش الفرن ولا سخّنته. أنا هاقطّعهم كلّهم كده وأحطّهم في الصواني وأحطّهم فوق بعض وألفّتهم كده وأغطّي عليهم وأسيبهم بس لمدة 10 دقايق، ممكن نُص ساعة كمان. يعني كل ما بتسيبيها وبتخمر معاكِ بتكون أحلى بكتير، وبتخمر وتكون إيه، وتنفش معاكِ وتكون هشة.
هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة في الصواني، وهسيبها لمدة نص ساعة لحد ما ترتفع معانا وتكون جاهزة. خلصتهم بالطريقة دي وحطهم على فوق بعض كده، وهسيبهم لمدة نص ساعة أو تلت ساعة، يعني حسب يعني ما تقدري تسيبيهم سيبيهم، بس معاكي من 10 دقايق ممكن لحد نص ساعة. سِبتهم كده لحد ما ارتفعوا معايا بالطريقة دي. أنا في الوقت ده ولّعت الفرن وسخّنته من فوق ومن تحت، وهادخّل فيه الصواني لحد ما يستوي. طبعًا إذا الوش اتحمّر الأول ممكن تطفي الشواية لحد ما تكمّلي سِوَى من تحت، أو تسيبيه كده حبّة وتطفي الشواية، ولمّا تبدأ يتحمّر من تحت تولّعي عليه الشواية. شايفين القرص عاملة إزاي، طرية وهشة، بس بجد تحفة. هتحطّيها في التلاجة، وبعد كده تيجي كده الصبح تروحي مسخّناها، حاطّاها في الفرن، يا دوبك بس تولّعي الفرن يا دوبك يسخن معاكِ، وتحطيها بس لمدة مش هتاخد دقيقتين معاكِ في الفرن، هتطلّعيها زي ما تكون لسه مطلّعاها من الفرن. شايفينها عاملة إزاي وطرية وبيضة عاملة إزاي، مش قادرة أوصف لكم طعمها وريحتها، بس للأسف إحنا في الوقت ده كنت باسويهم قبل المغرب، مش حد هيقدر يدوق، أنا بس كسّرتهم وأورّيهم لكم بس. حاجة سهلة وبسيطة ولفطار أول يوم العيد، هنقول طبعًا يا رب تكون بالهنا والشفا، وتاكلوها في الهنا إن شاء الله والأفراح، بالهنا والشفا للي كَل، وبالهنا والشفا للي شاف، وللي هيجرّبها ويقول لنا رأيه فيها إيه. وهنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، اسم يوميات نونا في المطبخ. وهنقول انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، باي باي.